رغم ان مجلس ادارة الزمالك طلع وانكر وكذب الكلام ده وقال لك ان مفيش اي عروض موجودة لاخوان بزيرة من الدوري السعودي للاعب نادي الزمالك البرازيلي المحترف في صفوفه، الا ان هناك بعض الكلام اللي موجود من الوكلاء مع جون ادوارد، وجون ادوارد وصله لمجلس ادارة نادي الزمالك حوالين احتمالية ان يكون في عرض يقدم من احد الاندية في الصيف اللي جاي. العرض ما كانش بصفة رسمية او ما بعتش فاكس رسمي لمجلس اداره الزمالك يطلب فيه اللاعب، ولا في كلام اتبعت لوكيله، لكن هي القصه ان النظر والبت في العرض ده هيكون في نهايه الموسم. وارد انه يمشي، وارد انه يمشي طبعا، لان ده مرتبط هل الزمالك هيقدر يوفر بديل ليه او لا، وهيقدر يحل ازمته الماديه عشان مشاركته في الافريقيه الموسم اللي جاي، ولا مش هيقدر، لان ممكن يكون حل يطرحه وكيل اللاعب على مجلس الاداره لبيع اللاعب لحل الازمه الماليه. دي كلها امور مش هتتضح الا في نهايه هذا الموسم.